النهارده هارد لك، هزيمه غير مستحقه بالمره لنادي الزمالك. بص، انا بدي درس المسؤول يكون موجود في الاخفاق قبل الانتصار. ناس غيري لما بيحصل كده ما بيجوش، انا اجي وسط الاعضاء اول حاجه بقول لاولادنا انتوا ابطال، انتوا لعبتوا في ظروف مش صعبه لما اراها في حياتي. وبقول للمنظمين، انا قلت احمد مجاهد الكلام ده اللي هو مدير البطوله، انتوا عايزين تبوظوا البطوله، سهل جدا تبوظ. النهارده بدات تبوظ البطوله، السعوديه صرفت واستضافت ورحبت واكرمت. اسوأ ما في البطوله النهارده، مش عشان الزمالك، ما هو قبل كده اشتكوا البنا بتاعنا الحكم بتاعنا، يعني مش الزمالك. اسوأ ما في البطوله هذا الحكم ومساعدينه اللي من اول دقيقه جاي عايز يقتل حد، يقتل مش يطرق، يقتل. ما اعرفش جنسيته ايه، ايا كان جنسيته، انما هو بني ادم مقرف والمفروض ما يكملش البطوله. وانا ما كنتش هكمل النهارده الماتش، بس احتراما للسعوديه وشعب السعوديه قلنا طيب الهلال ترجع، كانوا هيطلعوا، لان واحد جاي يفتري. بصرف النظر هنتكلم دلوقتي عن ضربه الجزاء. اول حاجه دي جايه في بطن اللاعب بتاع الشباب، وراح ترضى من بطنه في كوع محمد عبد الغني. تمام، محمد عبد الغني ما هو كوع من ظهره، محمد عبد الغني كان مد وشه القصه كلها بعد يعني بعد خط الكورنر بره، يعني هم الاثنين ضربوا بعض بره في الحته دي، وديهم الاسم بره خالص. فهذا الحكم ما غير ضرب الواد، بقول لك انا بسال الاول، عايز اقول له عمرو السيسي اللي ده نادي الزمالك تاني، ده مش نادي الزمالك. في فرق بتاع في اي نادي، في تعرف كده تعمل كده وتعمل كده، ما احنا بنشوف. فده مش نادي الزمالك، وده ممكن يكون بيؤدي الى توتر زملائك، وياخدوا ناس مالهاش علاقه باللي انت عمال تاخده انذارات، وده اللي حصل. نرجع بقى هذا الحكم المقرف. انا قلت لهم دلوقتي اعملوا احتجاج رسمي على نتيجه. ليه؟ احترامي نادي الشباب السعودي، بس انا الموضوع الثاني بقى، لو سيف مضروب قبل كده ويجي مضروب قبل عادي، يعني نضرب عادي مفيش مشكله عنده، يعني الزمالك في ضربات جزاء. المقرف الثاني بقى المذيع، هل انت كنت بتذيع ماتش احنا ما شفناهوش؟ مارد ايه شباب، مارد ايه؟ ويلا اول حاجه انك انت المفروض، لان دي بلدك، المفروض تبقى انسان محترم. انا مش بقول لك جامل الزمالك، انا بقول لك خليك محترم ومحايد. تمام؟ والزمالك لا حول له ولا قوه الا بالله، والزمالك مات ماشي، ولا المارد ومش عارف مين، يلا يا شباب، لا ده مش محقق. لانه في فرق بين بطولة عربية حضرتك جابوك علشان فيديو مهم جدا، فيديو ناري مع مرتضى منصور، افتحوا واتفرج عليه.